ألف مبروك للشعب السوري العظيم. اليوم وزارة الصحة السورية توقع مع وزارة الصحة التركية أضخم مشروع صحي في سوريا، واللي هو بناء مشفيين ضخمين في سوريا لمعالجة الأمراض الخبيثة، ومن بين هاي الأمراض مرض السرطان الخبيث. رح تكون تكلفة معالجة هذا المرض في هدول المشفيين مجانا بدون ولا ليرة. واحد من هدول المشافي رح يكون بالشام والآخر رح يكون في حلب. تمام؟ خلونا نتابع أدق التفاصيل مع الأستاذ موسى العمر. السلام عليكم. الحمد لله تم الآن توقيع اتفاقية البروتوكول التنفيذي بين الجمهورية التركية ممثلة بمعالي وزير الصحة التركية كمال مميش أوغلو، والجمهورية العربية السورية ممثلة بمعالي وزير الصحة مصعب نزال العلي، من أمام وزارة الصحة في أنقرة، وبإنشاء وتوسيع وإكمال وتجهيز وتشغيل مشفيين كبيرين في دمشق وحلب بسعة 450 سرير. مشفى الأورام السرطانية بحلب علاج مجاني ودائم، وسيدخل إن شاء الله حيز التشغيل بعد 6 أشهر 180 يوم، وإن شاء الله توسيع وتجهيز وتجديد بالكامل وتشغيل مشفى دمر لأمراض وجراحة القلب. وهذين المشفيين هما هدية من الحكومة التركية للشعب السوري. وهناك وعد أيضا بتجهيز وتحديث مشفى ابن النفيس المعروف في دمشق. سيد كمال وزير الصحة التركي قال إذا تعافت سوريا تعافت تركيا، فألف مبروك للسوريين، وإن شاء الله تعالى في بشرى لأهل الرستن في حمص تسمعوها قريبا. فمن أنقرة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.